هنتكلم النهارده عن افضل 10 عربيات مستعمله بسعر من 300 ل 400 الف جنيه في 2026. لو معاك المبلغ ده من 300 الف الى 400 الف جنيه ونازل سوق المستعمل، فانت اكيد محتار تشتري براند قديم ولا تشتري حاجه اعتماديه تمشي معاك وتوفر في البنزين. النهارده فلترنا السوق وطلعنا ب 10 وحوش قطع غيارهم في كل حته واستهلاكهم للبنزين حنين وسعر اعاده بيعهم زي الذهب. ركز معايا عشان الاسعار دي بتحديث النهارده 19 ابريل 2026، ونصيحه علشان الناس اللي بتشكك في الاسعار: سيبكم من الاونلاين، ولو جادين فعلا في الشراء ومش بتتسلوا انزلوا السوق وهتلاقوا الاسعار دي، علشان اللي محتاج يبيع فعلا هو كمان نزل السوق ووقف في الحر وتعب. ربنا يحسن سوق كل واحد محتاج يبيع عربيته ويرزق الجميع. ونبدا باول عربيه معانا وهي الهيونداي فيرنا الوحش الكوري، موديل من 2014 ل 2017. المحرك بتاعها 1600 سي سي 4 سلندر، قوه 106 حصان والعزم 144 نيوتن متر، متوفره مانيوال وهي الاكثر اعتماديه، واوتوماتيك 4 سرعات. استهلاك البنزين بتاعها في الزحمه 10 لتر لكل 100 كيلو، وفي الطريق السريع 6.5 لتر لكل 100 كيلو. مميزات العربيه دي ان سحب الموتور بتاعها قوي جدا بالنسبه لوزنها، المكيف بتاعها تلج، ارخص قطع غيار في مصر، اعاده بيعها اسرع من البرق. عيوبها طبعا الثبات ضعيف جدا بعد سرعه ال 100 كيلو، والفرامل مش اقوى حاجه، والعربيه ضيقه من الكنبه الخلفيه وواطيه على الارض مع الحمولات. سعرها التقريبي بيبقى من 345 ل 380 الف جنيه. طيب ليه تشتريها؟ دي عربيه الشعب، ميكانيكيتها بسيطه جدا، قطع غيارها بتراب الفلوس، وبتتباع في 24 ساعه لو حالتها نظيفه. تاني عربيه معانا هي شيفروليه لانوس خليفه ال 128. العربيه اللي في رينج السعر بتاعنا النهارده من موديل 2015 ل 2018. محركها 1500 سي سي 4 سلندر، كامه واحده، قوه 86 حصان وعزم 132 نيوتن متر. الفتيس بتاعها مانيوال فقط، الاوتوماتيك بيبقى نادر جدا فيها وبيبقى تعديل من صاحب العربيه وغير محبذ. استهلاك البنزين في العربيه دي في الزحمه 11 لتر لكل 100 كيلو متر، وده مرتفع نسبيا. على الطرق السريعه بيبقى 7 لتر لكل 100 كيلو. مميزاتها عفشتها او نظام التعليق بتاعها يعني ناعمه ومريحه في المطبات، صالونها اوسع من الفيرنا، الموتور بتاعها بسيط جدا واي ميكانيكي بيفهم فيه، قطع غيارها متوفره حتى في الصيدليات. عيوبها استهلاكها في البنزين عالي شويه مقارنه بحجمها، سحب الموتور بيقل بوضوح مع تشغيل التكييف، الصاج الخارجي بتاعها خفيف، والسعر التقريبي بتاعها بيبقى من 310 الى 360 الف جنيه. طيب ليه تشتريها؟ العربيه دي انعم شويه من الفيرنا، واستهلاك البنزين بتاعها معقول، وعربيه حماله اسيه بمعنى الكلمه. ثالث عربيه معانا هي الميتسوبيشي لانسر البومه، ودي ياباني اصلي، الموديل بتاعها من 2006 ل 2008 حسب الحاله. محركه 1600 سي سي بتكنولوجيا الميفيك، القدره بتاعتها 105 حصان وعزم 150 نيوتن متر. الفتيس بتاعها اوتوماتيك او مانيوال. استهلاكها البنزين في الزحمه بتعمل حوالي 9.5 لتر لكل 100 كيلو، وعلى الطرق السريعه بتعمل 6.5 لتر لكل 100 كيلو. مميزاتها انها اعتماديه يابانيه، ثباتها ممتاز على الطريق وشكلها لسه مقبول وشبابي، تكييف جبار وسهوله في التعديل. عيوبها ان قطع غيارها اغلى شويه من الكوري، والنسخه كمان ال 1300 سي سي سحبها بطيء، والكنبه الخلفيه بتاعتها مش الاوسع في فئتها. السعر التقريبي للعربيه دي من 370 ل 400 الف جنيه. طيب ليه تشتريها؟ العربيه دي رغم ان موديلها قديم شويه، بس دي ياباني، ثبات على الطريق، اعتماديه جباره. رابع عربيه معانا هي رينو لوجان الاوروبي الاقتصادي، الموديل من 2013 ل 2015، الشكل الجديد. المحرك بتاعها بيبقى 1600 سي سي، 16 صباب للاوتوماتيك و8 صباب للمانيوال. قدره المحرك ده 110 حصان، والعزم بتاعه 148 نيوتن متر للنسخه الاوتوماتيك. الفتيس بتاعها اوتوماتيك من 4 سرعات او مانيوال من 5 سرعات. استهلاكها للبنزين في الزحمه 9 لتر لكل 100 كيلو، وعلى الطرق السريعه 6 لتر لكل 100 كيلو. مميزات العربيه دي ان الصاج بتاعها قوي جدا والامان عالي، عاليه عن الارض وممتازه للمطبات في مصر، واسعه جدا من جوه وشنطتها كبيره، موفره جدا في البنزين. اما عيوبها بقى ان الفتيس الاوتوماتيك في الموديلات القديمه اللي هو الاي ال 4 في مشاكل حراره، بدلات القدم اللي هي البنزين والفرامل والدبرياج بتبقى قريبه من بعض وممكن تضايق في الاول اي حد بيسوق. شكل التابلو بتاعها فقير شويه. سعرها تقريبا بيبقى من 330 ل 390 الف. طيب ليه تشتري العربيه دي؟ العربيه دي صاج اقوى، وسائل امان احسن، وعربيه موفره جدا في البنزين، بس اتاكد من حاله الفتيس لو كان الاوتوماتيك. تيجي بعد كده العربيه نيسان صاني ان 16 الياباني الاصيل، الموديلات من 2005 ل 2019. العربيه دي المحرك بتاعها 1600 سي سي، تكنولوجيا توين كام، القوه بتاعتها او القدره 118 حصان والعزم 146 نيوتن متر. فتيسها اوتوماتيك 4 سرعات او مانيوال. استهلاك البنزين بتاعها في الزحمه 11.5 لتر لكل 100 كيلو، على الطرق السريعه 7.5 لتر لكل 100 كيلو. مميزاتها انها تقفيل ياباني محترم، صالون وكراسي مريحه، موتور عمره طويل جدا، وقطع الغيار بتاعتها متوفره جديد واستيراد باسعار ممتازه. عيوبها استهلاك البنزين بتاعها عالي داخل المدينه، الكنبه الخلفيه بتاعتها ضيقه بسبب حجم الشنطه الكبير، ثباتها متوسط على السرعات العاليه. السعر التقريبي بتاع العربيه دي من 360 ل 395 الف جنيه. طيب ليه تشتريها؟ النيسان صاني الاي اكس صالون المشهوره دي تكييف ثلاجه، موتور نشيط جدا، وسهوله في الصيانه غير طبيعيه. بعد كده نخش في العربيه البي واي دي اف 3 بطله الشوارع، موديل من 2016 ل 2019. العربيه دي محركها 1500 سي سي،
تكنولوجيا ميتسوبيشي، القوه 108 حصان، عزم 145 نيوتن متر، الفتيس بتاعها مانيوال 5 سرعات، وطبعا الاوتوماتيك موجود في الموديلات الاحدث اللي هي الاغلى. استهلاك البنزين في الزحمه بيبقى 8.5 لتر لكل 100 كيلو، على الطرق السريعه بيبقى 6.3 لتر لكل 100 كيلو. مميزاتها انها واسعه جدا من جوه، شكلها شيك، عاليه عن الارض، الموتور بتاعها بتكنولوجيا ميتسوبيشي قوي ومعمر، وسعرها منافس جدا. العيوب: عزل الصوت الخارجي ضعيف، تقفيل التابلو بتاعها البلاستيك جوده قليله وممكن تسمع اصوات مع الوقت، الفرامل بتاعتها بتحتاج تعود. سعرها تقريبي بيبقى من 320 ل 385 الف جنيه. طيب ليه تشتريها؟ لو عايز موديل عالي بميزانيه قليله، هي توليفه ما بين تويوتا وميتسوبيشي، ومصاريف تشغيلها معقوله جدا. بعد كده نخش في العربيه هيونداي ماتريكس اللي بسميها عربيه العيله، الموديل بتاعها من 2006 ل 2008، محركه 1600 سي سي، قوه 103 حصان، والعزم بتاعها 141 نيوتن متر، فتيسها اوتوماتيك 4 سرعات او مانيوال. استهلاك البنزين بتاعها في الزحمه 12 لتر لكل 100 كيلو متر، بسبب طبعا الوزن ومقاومه الهواء الايروداينامكس. على الطرق السريعه 8 لتر لكل 100 كيلو. مميزاتها: رؤيه كاشفه للطريق بسبب ان الازاز بتاعها واسع، السقف بتاعها عالي جدا ومساحات تخزين كتير، عربيه عائليه من الطراز الاول وسهله جدا في الصعود والنزول لكبار السن. عيوبها: استهلاك بنزين عالي بسبب تصميمها غير الانسيابي عشان موضوع مقاومه الهواء ده، ثباتها بيقل مع السرعات العاليه برضو بنفس السبب، شكلها بوكس مش بيعجب ناس كتير. سعرها تقريبي من 350 ل 380 الف جنيه. طب ليه تشتريها؟ لو عندك عيله وبتحب المساحات الواسعه والقعده العاليه، هتلاقيها عربيه اعتماديه جدا واعاده بيعها صاروخ. بعد كده نخش في العربيه شيري تيجو 3 لو عايز اس يو في، الموديلات من 2013 ل 2015. المحرك بتاعها بيبقى 1600 سي سي او 2000 سي سي في بعض النسخ القديمه جدا، بس ال 1600 افضل وهو الموجود اكتر يعني. القوه 126 حصان والعزم 160 نيوتن متر، فتيسها مانيوال، والاغلب في السعر ده بيبقى الفتيس بتاعه مانيوال، بس في اوتوماتيك طبعا باسعار اعلى. استهلاك البنزين بتاعها في الزحمه 10.5 لتر لكل 100 كيلو، في الطرق السريعه 7.5 لتر لكل 100 كيلو. مميزاتها انها ارخص عربيه عاليه اس يو في ممكن تركبها، قطع غيارها متوفره ومنتشره، وضعيه القياده بتاعتها كاشفه للطريق كله، مساحه الشنطه بتاعتها كويسه جدا. عيوبها طبعا العفشه بتاعتها ناشفه شويه وبتحس بالمطبات، ثباتها مش احسن حاجه في الملفات، وجوده الخامات الداخليه بتاعتها متواضعه. سعرها التقريبي بيبقى من 360 ل 400 الف جنيه. طب ليه تشتريها؟ تشتريها لو بتحب العربيات العاليه الاس يو في عشان المطبات، وتشتريها عشان قطع غيارها هي نفس قطع غيار العربيات الكوري والياباني المنتشره. بعد كده نخش في العربيه سكودا اوكتافيا اي 4 الالماني المتين، الموديل من 2004 ل 2006. العربيه دي المحرك بتاعها 1600 سي سي اس ار، موديل الماني شهير، قدره المحرك 101 حصان، والعزم 148 نيوتن متر، الفتيس بتاعها اوتوماتيك 4 سرعات او مانيوال. استهلاك البنزين بتاعها في الزحمه 11 لتر لكل 100 كيلو، وعلى الطرق السريعه 7 لتر لكل 100 كيلو. مميزات العربيه دي انها دبابه على الطريق، ثبات الماني حقيقي، شنطه عملاقه، خامات داخليه فخمه جدا ومعمره، الامان بتاعها عالي جدا. عيوبها في قطع غيارها، قطع غيارها هي الاغلى في القائمه اللي احنا قلنا عليها دي. العربيه من جوه ضيقه جدا في الكنبه الخلفيه، واطيه على الارض وبتحك في المطبات لو محمله. سعرها تقريبا بيبقى من 340 ل 390 الف جنيه. طيب ليه تشتريها؟ العربيه دي فخامه وثبات وبناء هندسي الماني رغم سنها، انما لسه ليها هيبتها في السوق، وقطع غيارها متوفره استيراد وجديد في كل مكان. معانا بقى العربيه الاخيره السوزوكي اسبريسو، موفره البنزين الاولى في مصر، موديل 2021 و2022. العربيه دي محركها 1000 سي سي 3 سلندر، قدره 67 حصان، عزمها 90 نيوتن متر، فتيسها مانيوال من 5 سرعات، والموديلات الحديثه فيها اوتوماتيك اي جي اس بس اغلى طبعا. بالنسبه لاستهلاك البنزين في الزحمه بتعمل 6 لتر لكل 100 كيلو، وهي الافضل بلا منازع طبعا، وعلى الطرق السريعه بتعمل 4.5 لتر لكل 100 كيلو. مميزاتها انها موفره في البنزين بشكل مرعب، موديل حديث يعني اعطال اقل، عاليه عن الارض بشكل ممتاز، سهله جدا في الركن في اضيق الاماكن. عيوبها طبعا ان حجمها صغير جدا مش بتاعه سفر، ثباتها ضعيف جدا مع الهواء الشديد، فقيره في الكماليات ووسائل الرفاهيه. سعرها التقريبي بيبقى من 350 ل 380 الف جنيه. طيب ليه تشتريها؟ لو عايز عربيه كسر زيرو وموديل حديث جدا، استهلاك بنزين ملوش منافس، وسهله جدا في الركنه والزحمه. طيب هقول لكم الخلاصه بقى: لو اغلب مشاويرك جوه البلد وزحمه، خليك في الاسبريسو او اللوجان، ولو بتسافر كتير ومحتاج ثبات، خليك في الميتسوبيشي البوما او الاوكتافيا، ولو بتدور على اقل مصاريف تشغيل يبقى مفيش غير اللانوس والفيرنا، هم ملوك السحب. المهم قبل ما تشتري اي واحده من دول، اهم حاجه هي الحاله، اكشف كويس جدا في مركز فني معتمد، وما تتسرعش وما تبخلش في النقطه دي بالذات. الميزانيه دي تجيب لك عربيه محترمه جدا تريحك سنين قدام. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان تجيلك فيديوهاتنا الجديده، وقول لي في التعليقات لو معاك 400 الف جنيه تختار اي عربيه فيهم. وانتظروا الفيديوهات الجايه تكمله السلسله بتاعه المستعمل، ومكمل معاكم ان شاء الله لحد المليون. اشوفكم على خير، سلام.